انتوا عارفين ان ده احلى واقوى سؤال اتسأل على الفيديو اللي فات؟ بجد بجد بلا منازع معاها. طيب ايه الحل من وجهة نظرك؟ نزعق يعني؟ من وجهة نزعق مع العيال ولا نضرب ولا نخاصمهم ولا ايه الصح؟ بصي بقى، دايما كده خلينا متفقين ان احنا امهات كلنا بنغلط، وكلنا ممكن نتعامل مع اي موقف غلط، وده حقك عادي مفيش مشكله، ولكن الضرب مش حل، بس خليه موجود. مش هقدر اقول لك شيليه، لان انت كأم عايزه اولادك دايما احسن منك، فاللي بيقودك مشاعرك وهي اللي بتبقى سايقاكي من الاخر، فساعات ما بتفكريش ابني بيعمل حاجه، يعني مش عايزه اقول ايه، مثلا حاجه غلط والامهات فاهمه دماغي، فبفهمه مره الثانيه الثالثه لا كده عيب كده، وهو بيبي، لان هو بيبي بيحب يتعرف على جسمه، اكيد انتوا فاهميني في اللي انا بقوله، فلازم افهمه. طب يا ترى الضرب حل؟ مش حل، بس ساعات اوعي تلومي نفسك، لانك لما بتبقى الخطوه دي الاولى ما بقولكيش انت غلط، لا مش هقولك برضو انت صح، هقولك صلحي بقى اللي انت عملتيه. انا اتنرفزت واتعصبت والجنونه خدتني ومديت ايدي عليه، اعمل ايه بعدها؟ عندك حل من الاثنين. لو ضربتي جامد ومن غير ما تحسي خالص، ما حسيتيش انت عملتي ايه، هتاخديه وتطبطبي عليه وتاخديه في حضنك، انت عارف ان انا بعمل ده عشان مصلحتك، انت دلوقتي لازم تقولي انا اسف يا ماما على اللي انا عملته، بس بعد ما يقولك طبعا انا غلطت. انت بقى غلطت في ايه؟ مشكلتنا لما بنقوم نضربهم بيبقوا مش فاهم الهلع والخوف والحركه دي، بيبقى مش عارف هو هيتضرب ليه، ده بيتمسح. مطلوب منك لو سمحتي، حتى لو ضربتي، انا بقول لو، انا ما بقولكيش قومي اضربي، بس خلاص ضربتي هتعملي ايه؟ فهميه الضرب ليه. طب انا ست عاقله وقويه وما ضربتش، فهميه انت غلطت في ايه واديله فرصه واثنين وثلاثه. طب وانا افضل بقى اديله فرص طول عمري؟ لا، عاقبيه مره واثنين. طب ما التعصي لا، لازم افوقه، اعجنه يعني، لا بس مش هقول لك ضرب، هذبيه يعني. ده انت كده بتشغلي عقله معاكي اهو، ده ما يتعملش تاني، عشان ده لو اتعمل تاني في عقاب. لغه العقاب لازم تفهميني، في عقاب، هيتحرم التليفون مثلا، اكتر حاجه بيحبها، مش هنخرج النهارده الجمعه كده خلاص، انت لازم تبقى عارف، واديله كده براح. ممكن يجي يعتذر لك قبل يوم الجمعه، يقول لك يا ماما عشان خاطري مش هعمل كده تاني، والنبي يا شيخه ارضي وبلاش تنكدي، ربنا يسترك، بلاش تقفليها في وشه فيضطر يعمل الغلط مره واثنين وعشرة عشان انت مش عايزه تصالحي. في امهات بشوف عيالهم بيبعتوا لي ده انا بوست رجليها ومش عايزه تصالحني، ليه ياما؟ ليه هي عبطت الشيطان، غلطت وجت اعتذرت، ما انا لو سامحتها هتعمله تاني. طب ما تديها فرصه، انت نفسك بتغلطي طول حياتك وبتفضلي تقولي يا رب سامحني. مش عايزه ابنك يغلط ويعتذر، على الاقل بيعتذر، ده في عيال شياطين يغلط وما يقولكيش معلش. طب هعاقبه بعد العقاب طول الوقت تنبيه، بمعنى هو مثلا دلوقتي بيكذب عليا في موضوع انه بيذاكر وما بيذاكرش وبيلعب، هاخد منك التليفون، فانا خدت منه التليفون، فهو هيعمل ايه؟ شويه ومش هيذاكر، خلاص بقى انا خدت منه التليفون واديته له، فهيذاكر هاخده خلاص، لا سوري، هاخد التليفون هيضطر يذاكر، هديهوله هيسيب المذاكره، اعمل ايه بقى؟ طول الوقت التذكره، نخلي بالنا عشان ما زعلش منك، ركز عشان علاقتنا ما تبص مع بعض، ركزي عشان ما نكدش عليكي، هنزعل احنا دلوقتي كويسين مع بعض، خليني راضيه عنك، خليني مبسوطه بيكي، خليني فرحانه بيكي، ايوه كده. حبه بقى تشجيع اللي هو التهديد والوعيد، وبعد كده حبه تشجيع بقى، برافو، حتى لو بدات تفتح الكتاب، الله اكبر عليكي شاطره اهو كده، انا قلت هيجي منك، حتى لو كانت بتضحك عليكي وفتحها كده وكده، ارمي ودنك على الاوضه بعد 5 ثواني هتلاقيها بتذاكر. معلش على اللخبطه اللي حصلت.